السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي. هذا جبل كنات. جبل كنات أحدى الجبال الشهيرة تاريخيا في بعض ديار بني رشيد. طبعا الجبل ليس من أضخم الجبال أو أشهرها طولا أو ارتفاعا، لكنها مشهور تاريخيا، حيث كانوا بني هلال يستوطنون المنطقة هذه، وتحديدا سيرة الشاعر سلامة اللي هو أبو زيد الهلالي. بني هلال عاشوا في القرن الرابع الهجري، في عهد الدولة الفاطمية عام 440 تقريبا. استوطن هذه الدار معظم الجزيرة العربية، وفي عمان يعني منطقة إبريمي، وفي العراق وفي الشام وفي مصر، وأخيرا استقروا في بلاد المغرب العربي. طبعا الجبل أسهل مرقى للجبل أو صعود للجبل يكمن من الجهة الغربية الشمالية من المنطقة هذه. المنطقة هذه فيها تقريبا سبع ست خطوات صعبة والباقي سهل، يعني سهل الجبل، مصعد الجبل سهل، لكن الأصعب شيء اللي هو النزول من الجبل. النزول من الجبل حيث يوجد بالجبل مجموعة تلال، وجميع التلال الموجودة بالجبل خطرة، لأنها تنتهي بمطفات، كل تلة تنتهي بمطفى. طبعا اللي ينزل من الجبل يشاهد تلة منخفضة هنا وربما ينخدع، يعني فيها خدعة بصرية. هذه التلة فيها خدعة بصرية، يعني يشوف الواحد وهي تقريبا 20 متر تحت مطفى. طبعا النزول لابد ان يصعد ثاني مرة وينزل. وهذه قمة الجبل، اعلى قمة بالجبل هنا. يقول ابو زيد في احدى قصايده: مريت هالتيمة على هجع تلملا، وسمعت فيها لعب وغي بنات، عارضتني زينة العينين مليحة، وقالت لي يرى عن نجيبه بات، وانا انسلمت وسلم الله فاطري، شريق الضحى وانا رقيب كنات. طبعا انا للاسف ما احفظ الا القليل يعني من شعر ابو زيد، لكن يقول في احد قصايده، يقول: الهلالي والهلالي سلامة، شوفوا الفجوج الخاليات تروع. يقول الهلالي والهلالي سلامة، يبغى الطمع وهو وراه طموع، لابد عقب الوقت من لا يحل حياة، من بارق يوضي سناه لموع، لا برق نلا في حجن مستهله، ولا طرق نلا من وراه نجوع، ولا ضحك نلا مرد فله، ولا ضحك نلا البكى مرد فله، ولا شبعت نلا مقتفيها جوع، ولا يد نلا يد الله فوقها، ولا طايرات نلا وهن وقوع. طبعا حكمة بالبيت الأخير هذا، ولا يدنا إلا يد الله فوقها، ولا طائراتنا إلا وهن وقوع. ويقول في حكمة أخرى، يقول: الهلالي والهلالي سلامة، علي الطلاق إن المقل ذليل، ينوض يبغى للمراجل وينثني، كما ينثني بالحمول هزيل. آه أحسن وصف بهذا الوصف صراحة، وهو يصف يعني القل المال والشح، انه يعني مرادف للذل، يعني كما ينثني بالحمول هزيل، يعني كالجمل ما يستطيع يعني شيل الحمل من الوهن والهزل. يعني المقل بالمال ذليل، ويصفه بالجمل الهزيل. هنا كما تلاحظون هنا يعني وجود الشعبان هنا في أعالي الجبل، لكن هذا الوادي ينتهي بتلة، والتلة تنتهي بمطفة، يعني فيه خطورة وفيه جمال وفيه أشياء كثيرة صراحة. هذا هو الجبل من فوق، يعني تلال وسهول وشعبان ومنطقة كبيرة شوي، لكن أطرافها خطيرة وشكلها جذاب وساحر. وهنا فيه مسجد، يعني مسجد يذكر جدي الله يسكن الجنة، إن جده يروي يعني يذكر المسجد هذا، جد جدي، يعني تقريبا 300 سنة من جد إلى جد. وجود المسجد هذا كما تلاحظون المسجد هذا، وهو مسجد عبارة عن حجر مرسوم على شكل مسجد، يعني
على شكل مسجد هنا، والمسجد مسوي له مدخل، ما ادري وش يقصد بالمدخل هذا، لكن ربما يعني يعطيه الهدوء للصلاة، والدخول يكون من زاوية ما يتخطون المصلين. المسجد يتسع تقريبا زي ما انتم شايفين 15 شخص، 15 10، الله أعلم. لكن جميل جدا أن يبنى مسجد لله، ويذكر اسم الله في كل مكان وفي أي مكان بالدنيا كلها. هذا وتقبل تحيات وتقدير أخوكم نايف بن ذويب العويمري الرشيدي من جبل إكنات، مرقبة بزيد الهلالي. هذا مسجد ربما بانين هالآلات أو بعد أو قبل، الله أعلم.